السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني يا رب جماعة تكوني بخير يا سندريلا وبصحة وعافية. وأهلا بيكي في أسرار سندريلا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض المشتريات اللي أنا اشتريتها عشان رمضان، استعدادا لرمضان. طبعا كان في حاجات كتير كنت مأجلاها من أول ما نقلت هنا الشقة عشان لما رمضان يجي، لما رمضان يقرب، لما رمضان يجي. تقريبا انا ناقله بقالي 6 شهور بس، يعني الحمد لله الحمد لله مفيش حاجه بتيجي على طول مره واحده، كل حاجه بتيجي بالتدريج عشان يبقى لها فرحه كده وتبقى كده متشوقه، بنصبر نفسنا باي كلام يعني. لو انت اول مره بتشوفي ام فيروز ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتخلوا، عشان في بنات كتير قالت لي مش بيجي لنا اشعار بالفيديو. هتدوسي على علامه الجرس وهيجيلك 3 اختيارات، تختاري اول اختيار اللي هو يجيلك على طول باستمرار الفيديو لو نزل، فدوسوا عليه يا بنات وفعلوا الجرس وخلوا عليه دايما شرطتين. وفي بنات بتقول ان الجرس بتاع عليه شرطتين وبرده مش بيجي اشعار بالفيديو، فاعملي زي ما انا قلتلك، دوسي على الجرس واختاري اول اختيار عشان يجيلك على طول الفيديو اللي انا بنزله باستمرار ومفيش ولا فيديو يفوتك. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لكم هنشوف موضوع مشتريات رمضان، وان شاء الله هيبقى اول فيديو مشتريات على قناه اسرار سندريلا. يا بنات معايا هو الزينه ده، هو حجمه كبير، يعني هو بيتعلق على الحيطه بينزل منه اللي هو الهلال ده، هلال كده كذا دور ونجوم اصغر شويه، يعني بياخد تقريبا مساحه مترين او مترين ونص، وبينزل منه دلايات. فانا بصراحه حبيته قوي ان انا احطه، بس مش هعمل حاجه في السقف، يعني قلت احطه بس مثلا على الحيطه عندي اللي هي الطويله دي ما فيهاش حاجه قوي، ممكن احطه ويبقى نزل منه كده الهلال والحاجات دي يعني تكون مضيئه. فحاسه ان هو كان شكله شيك وهو معلقه، يعني رامز كان معلقه جوه المحل كده. ده كان عامل 4 دينار و900. هو كان غالي شويه بس بصراحه يعني عجبني، حسيت شكله راقي قوي وشيك، يعني يغنينا عن حاجات تانية كتير. بعد كده جبت اللي هو الجزء ده، حسيته كده ابن ناس جدا اهو. هو بصراحه ذوق ابو فيروز مش ذوقي يعني كمان كده. بتحط فيه الباتري هنا من ورا عشان ينور، وبتعلق كده. ايه رايكم فيه؟ وبرده هيليق مع الديكور هنا، الديكور يعتبر عندي ذهبي واحمر، بس عايزين نعرف السعر بتاعه. مش فيش حاجه مكتوبه هنا على، لا اهو، ب2 دينار ونص. شايفينها يا بنات؟ 2 دينار ونص. طبعا اكيد ان شاء الله يعني لما هزين البيت اكيد يعني هتبقوا انتوا معايا عشان نفرح مع بعض. بعد كده جبت اللي هو القماش ده، زي ما انتوا شفتوا الفيديو بتاع المشتريات، ولو انتوا ما شفتيش الفيديو بتاع الجوله بتاعتي في سوق رامز، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. كنت جايبه متر القماش ده، في على فكره انواع، يعني في عنده قماشات بالوان مختلفه، بس انا عجبني اللون ده والخامه دي، يعني الخامه دي كانت طريه، او كان في نوع خفيف شويه وناشف، لكن انا حبيته. صنع في مصر اهو يا جماعه، صنع في مصر، صنع في مصر. كان المتر ب600 فلس، وجبت 4 متر. انا بعجبني بصراحه شكل النقشه دي اهي، يعني بحسها ايه دي اللي هي اول حاجه في الخياميه، يعني كانت من اوائل النقشات بتاعه الخياميه. فانا بحبها. وبرده جبت معاكم كان برده ب600 فلس اللي هو الجزء اللي هو المشمع. المشمع ده جبت منه 2 متر ده عشان احطه على السفرة ساعة الاكل، لانه بصوا يعني اللي هو بعد ما هناكل ممكن نقدر نمسحه ويبقى سهل ان احنا نمسحه ونفرشه عشان الترابيزة عندي ما تتبهدلش. ولو انت عندك مفرش السفرة العادية اللي احنا بنفرشها البلاستيك هتغني يعني، بس انا قلت ايه، فاهمين، حاجة كده تفرح بقى وفوانيس ورمضان كريم وشغل عالي يعني. طبعا دول كان ال2 متر عامل دينار و200، لان اول متر برضو ب600. الحاجه اللي جبتها اللي هو المناديل بتاعه رمضان، جبت منها الشكلين دول اهو.
شكلهم حلو قوي، تقريبا هما دول الشكلين اللي طالعين الموضه، عشان هما دول الشكلين بتوع المخدات برضه انا هوريهولكوا. طبعا دول هحطهم في علب المناديل عندي، وكمان هنعمل بيهم شغل اللي هو الديكوباج حلو قوي على البرطمانات والحاجات دي، بس خلاهم مفاجاه ان شاء الله. واحنا بنظبط كده زينه رمضان زي ما قلت لكم، ان شاء الله ان شاء الله يا رب رمضان معايا ان شاء الله احلى، وكل حاجه هتلاقوها ان شاء الله معانا في رمضان. كمان جبت اللي هما بتعلقوا دول، بس دول هحطهم قدام الباب بره. لسه بصراحه يعني ما قررتش ايه اللي هحطه قدام الباب وايه اللي هعلقه كده، او ممكن احطه في اوضه البنات برضه، يعني حاجه تفرحهم. بصوا شكله يعني من اللي هو الخيش، تحسوه عامل زي اللي هو مش الخيش، لا عارفين اللي هي قماشة الكوخ، زي قماشة الكوخ كده. بصوا يعني كيوت قوي قوي، حاجات كده جميله. وفي نفس الوقت كان تقريبا عامل 450 فلس، يعني هو زي شريط كده، بس طبعا اشكاله جميله يعني كيوته كده. دول انا جبت منهم 2، فمش عارفه يعني شكلهم كده هتحط في اوضه البنات، ممكن مثلا احط على كل سرير كده حاجه زي كده. هما بصراحه مستنيين رمضان كانهم فاهمين وكانهم كبار وهيصوموا كده، بس فعلا يعني زي ما بيقولوا فرحه المسلم في عيد الفطر وعيد الاضحى، ففعلا دي حقيقه. زي ما قلت لكم انا جبته منه 2 وهو كان عامل 450 فلس اهو السعر بتاعه. بعد كده جبت طبعا المرياله دي اهي، يعني بالخياميه كده وبتاع بقى وشغل بقى، تقولوا ايه بصوا هقف في المطبخ هقطع التقاطيع، بس طبعا وايه يعني المهم ان انا احس برمضان، يعني جت عليا انا يعني. دي عامله 850 فلس. تمام. بعد كده جبنا ايه، بعد كده جبت طبعا فوانيس البنات بتاعت رمضان، هما اللي اختاروها. نشوف كده شكلها من جوه. انا بصراحه مش بحب بقى اللي هو الاشكال اللي هي كرومبو ومش عارفه الحاجات بتاعت، يعني طبعا ما عادش في كرومبو دلوقتي، انا قصدي يعني اللي هو لا انا بحب شكل الفانوس يعني، مش شكل مختلف. العلبه مش راضيه تفتح. زي بتاعنا بتاع زمان كده اهو، ودي العلاقه بتاعته مش عارفه صراحه اهي هتتعلق هنا كده. وحاوي يا وحاوي ايوه وكمان وحاوي. طبعا الباتري بتاعتها هنا ده تقريبا كان عامل دينار، يعني دينار ونص حاجه زي كده يعني. طبعا يعني لازم حاجه تفرح البنات خصوصا هنا في الغربه يعني. احساس ان انت عايزه تروحي اولادك باي حاجه حتى لو بسيطه، ده احساس حلو. وده التاني. هما تقريبا مش جايبين زي بعض، هما منقلين مع باباهم، هما جايبين نفس اللون بس الشكل مختلف. اعتقد الكبير ده اكيد فيروز يعني. بصوا ده اكبر، ده اكبر حجما. اعتقد الكبير ده فيروز والصغنن شويه اسيا. طب كانوا جابوا الوان مختلفه يعني اهو، بس شكله شيك جميل قوي. وتحسوا الابيض ده كريستال كده برضو، الباتري بتاعته منها. بس اعتقد ان هما الاتنين سعر واحد، مش عارفه بصراحه مش مكتوب عليه. خلينا نحط لهم حاجتهم هنا. واختاروا دول كل واحده جايبه دول، عشان دي شنطتهم يعني، دي شنطتهم بالسلسله كده شكلهم عسل قوي. احط لهم بقى حاجاتهم كده في شنطتهم. بعد كده جبنا المخدات زي ما قلت لكم، اللي هي كنتوا شفتوها برضو في الفيديو بتاع الجوله في رامز اهو. عجبوني وخامتهم حلوه جدا يعني،
خامتهم حلو، الوانهم حلوه. جبت 2 وبعدين قاعده اقول يا ريتني كنت جبت 3. بس بصوا احنا ساعة بقى ما هنبدأ نفرش، انا بصراحة مش بفرش من دلوقتي، يعني ممكن مثلا قبلها ب3 ايام كده، عشان لو في حاجة ناقصة او احنا محتاجين حاجة ممكن نكملها. بس الخامة بتاعتهم جميلة او حلوة جدا، عجبتني صراحة. بعد كده جبت كنت عايزة حاجة افرشها في المطبخ. بقالي كتير يعني من يوم ما نقلت كنت عايزه حاجه يعني اغطي السيراميك وانا واقفه كده، ابقى رجلي واقفه على حاجه حنينه يعني. فجبت اللي هو ده، رغم ان انا عارفه ان هو بيتقطع بسرعه وببقى عايز مسحه على طول عشان الميه تحته بصراحه مش بحبذه. كان في خامه تانية لسجاده مطبخ حلوه قوي، كنت جبتها من سيتي سنتر. كانت من تحت مشمع ومن فوق زي السجاد العادي، دي كانت حلوه جدا. ده انا جبته من سوق زمزم. هو عجبني بس ان اللون نفس درجه الاخضرات عندي في المطبخ يعني. فحاجه بس بتقضي الغرض، وبرده مش هفرشها غير قبل رمضان. بصوا يعني انا قاطعه اي حاجه افرشها قبل رمضان، هي فرحتي كده بالفرش قبل رمضان يعني، بحاجه بسيطه. جبت طقم الملايات دول، كنت انا قلت لكم عليه قبل كده. لقيت نفس الاسم بالظبط اللي هو فاشون ده. الخامه بتاعته حلوه جدا وقطن وباستك. دي جبتها بدينار 950. جبت منهم 2 شبه بعض بالظبط لاوضه البنات اهو. الاتنين دول لاوضه البنات عشان برضو قبل رمضان برضو هننضف ونظبط برضو ونفرش لهم الملاية اللي هو برضو بيتعلق زي يعني خيط كده. وفي الفوانيس دي اللي هي زي الستيل، ستيل ذهبي، فهتبقى لايقه جدا مع اللي هو اللي في الاول ده اللي انا وريتهولكوا في الاول اللي هو ده. وزيه ده بالظبط يعني. بصوا ده هلال، شوفوا اهو، شايفين شكله حلو قوي. وده برضو هلال، عجبني شكله ده. تقريبا تحسوه قيم كده راقي. ده هو بدينار وحاجه بس مش عارفه، ثواني كده. ده عامل دينار و300 اهو. وده عامل دينار و300 برضه. انتوا هتلاقوهم الحاجات دي كلها جنب بعضها كده. دي طالعه موضه السنه دي لانها ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، اللي هي حاجات اللي هي الستيل الذهبي. وجبت الفانوس ده اولا عشان يلاقي مع الديكور احمر واخضر، وكمان ما يبقاش بس مجرد رمضان يعني. عجبني ان هو ينفع ان انا احطه في اي وقت. والشمعه بتاعته جايه معاه، اللي هي الشمعه اللي هي اللي هي مش شمعة حقيقي يعني، شمعة بالباتري. برضه هحط البطارية هنا اهو. جبت 2 عجبوني شكلهم وفي نفس الوقت انا ما عدتش بحب فكرة الشمع الحقيقي ده، عشان بيبقى يعني مضر ويقع يحصل حاجة لا قدر الله. فالحاجات دي بتبقى امن واشيك واحسن. اخر حاجة معانا بقى التهمة دي انا جبتها، شايفين الخامة بتاعتها دي انا جبتها لمشاية الطرقة. هي تقريبا عاملة 13 دينار وحاجة. مقاسها دي من زمزم. حطها على رجلي. متر في 4 متر، يعني عرض متر في 4 متر. فهتبقى حلوة عندي جدا برضو في الطرقة. من يوم ما نقلت وانا كنت عايزة اجيب برضو ما جبتهاش. وعجبني خامتها، شوفوا خامتها حلوه جدا يعني. وجبتها غامقه عشان انتوا عارفين بقى هنا الحمامات وكده. يا رب يا حبايبي يكون فيديو مشتريات النهارده يكون عجبكم، وتكونوا طبعا استفدتوا بيه. هنحط ايه هنا، هنعمل ايه هنا، تكونوا اخدتوا كمان منها افكار. وان شاء الله اكيد هتاخدوا افكار اكتر لما نزين البيت ونحط الحاجات بتاعتنا. ولسه هنعمل حاجات كتير بايدينا. صدقوني كل ما تعملي حاجه بايدك وتحطيها ده بيبقى ليه روح تانية واحساس حلو قوي لما حد يشوفها وتبقي مبسوطه ان انت اللي عاملاها بايدك. ده كمان بيبقى احساس تاني خالص. اتمنى الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبه لكم وتكونوا استفدتوا بيه. واوعي اوعي اوعي تخرجي من غير ما تعملي سبسكرايب بصبعك الجميل اللي دايما اقول لك عليه ده. اتمنى منكم بجد الاشتراك في القناه. ما تبخلوش عليا بالسبسكرايب وتفعلوا الجرس زي ما قلنا في اول الحلقه. بحبكم قوي. السلام عليكم.